أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. في بيوت كتير الحب مش دايما بتوزع بالعدل. في طفل بياخد الحضن والتاني بياخد بعض النظر. في حد بيغلط ويتقاله ماشي يا حبيبي، وحد تاني لو اتنفس غلط يتقاله انت ليه كده دايما. التمييز مش دايما بالصوت العالي، ساعات بيكون في النظرة، في الرد، في المقارنة اللي بتكسر. مشكلتنا إننا بنفتكر إن أولادنا هيفهموا بعدين، بس الحقيقة إنهم هيتوجعوا طول عمرهم. النهاردة الحلقة عن اللي بيتظلم في بيته، عن الناس اللي اتربت تحس إنها أقل، مش لأنهم كانوا فعلا أقل، لكن لأن الحب اتقسم مش بالعدل. لما الأهل يزرعوا الفرق وهم مش حاسين، في أم أو أب بيقولوا جملة بسيطة زي أخوك أهدى منك، شوف أختك عاملة إزاي، هو دايما بيفرحني وإنت لأ. جمل صغيرة بس بتفضل محفورة. اللي بيسمعها مرة بيتضايق، اللي بيسمعها دايما بيبدأ يصدقها، يعيش عمره وهو شايل إحساس إنه مش كفاية. وده أخطر إحساس ممكن يتزرع في طفل. أوقات الأهل ما بيبقوش قاصدين، لكن لما التفرقة بتتكرر بتتحول لرسالة داخلية: أنا مستحقش الحب بنفس القدر. في بيوت كتيرة الحب له شروط: لو نجحت هحبك، لو سكت هحترمك، لو بقيت زي أخوك هفرح بيك. بس الطفل اللي اتربى على الحب المشروط هيكبر وهو فاكر إن الحب لازم يكتسب مش يعطى. هيدور في حياته كلها على رضا الناس مش على راحته. هيبقى دايما المحاول اللي بيعمل كل حاجة عشان يقبل، وكل مرة ما بيتقبلش فيها هيتكسر أكتر. المقارنة هي أكتر حاجة بتقتل الثقة، مش بس بين الإخوات، لكن كمان بين القلبين اللي المفروض يحبوا بعض بدون شروط. لما الأب يقول أخوك أحسن منك، هو مش بس بيظلم، ده كمان بيزرع كره خفي بين ولاده، كره صامت بس موجود، وبيتحول مع الوقت لبعد، لجليد، لمشاعر ناقصة. الغريب إن الأهل بعد سنين بيسألوا ليه ولادنا بعيدين كده عن بعض، ليه بيغيروا، وما بيعرفوش إنهم زرعوا البذرة من زمان. في كل بيت في اللي بيتقاله انت النور بتاع البيت، وفي اللي بيتقاله انت اللي دايما عامل مشاكل. واحد بياخد المدح والتاني بياخد اللوم. الأول بيكبر واثق في نفسه، والتاني بيكبر شايل عقدة ذنب مش بتاعته. بس الأجمل اللي اتظلم ده بيكبر أحن، أصدق وأعمق، لأنه اتربى وهو بيحس، ولما بيحس بالوجع بيتعلم يرحم. التمييز في المعاملة ما بينتهيش في الطفولة، بيفضل جرح مفتوح حتى في الكبر. تلاقي اللي اتظلم بيتجنب المواجهة، بيخاف من الرفض، مش بيصدق إن حد ممكن يحبه من غير سبب. ولما بيدخل علاقة دايما بيسأل نفسه: هو بيحبني فعلا ولا عشان محتاجني في حاجة؟ وبيفضل طول عمره يحاول يثبت إنه يستحق الحب، مش عارف إن المشكلة مش فيه، المشكلة بدأت من أول بيت. طب تعالوا نتكلم إزاي نواجه التفرقة ونشفيها. أول حاجة، نعترف بالوجع، ما نخافش ونقول إنك اتظلمت. السكوت مش شجاعة، هو وجع مكبوت. تاني حاجة، افصل بين الماضي والحاضر. اللي عملوه فيك مش ذنبك، بس شفائك هو مسؤوليتك انت. اغفر لكن ما تنساش الدرس. السماح مش معناه الرجوع، السماح معناه انك ما تسيبش وجعك يحدد مصيرك. ابني بيت مختلف. لو ربنا رزقك بولاد خليك العدل اللي كنت محتاجه، وازرع الحب مش المقارنة. أحيانا العدالة مش في القوانين بس، لكن في قلب أم، في نظرة أب، في كلمة بتتقال وبتسكت اللي اتظلم. صغير مش ناسي، بس ممكن يكون أقوى لو فهم إن قيمته مش بتتحدد بمعاملة حد. في ناس لسه بتحاول تثبت إنها تستحق الحب اللي ما خدتوش وهي صغيرة. بس يا صاحبي صدقني، انت تستحق الحب لأنك انت، مش لأنك الأفضل. ويمكن يوما ما اللي ظلمك يفهم إن الحب مش لما تختار مين يستحقه، الحب لما توزعه بالعدل، حتى لو اللي قدامك مش شبهك. وبكده تكون خلصت حلقتنا. أتمنى تشاركوها مع كل اللي تعرفوهم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.
وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات في الحلقة. وهل في حد فيكم اتعرض ان كان اهله او اب وام بيفرقوا في المعاملة ما بين اخواته؟ اشوفكم على خير يا رب، واتمنى لكم السعادة من كل قلب.